السلام عليكم. اهلا بيكم في حلقه جديده معانا من اوت دورز بالعربي. النهارده هنتكلم على بندقيه صيد، التي سي كومباس. التي سي كومباس المصنع بتاعها شركه تومسون سنتر. تومسون سنتر دي اللي كانت عامله التومي جان او الرشاش التومسون اللي هو بيركب له خزنه ده تومسون سنتر. كلنا شفناه في الافلام. شركه تومسون دي شركه محترمه. 1965 الشركة دي ابتدت هنا في أمريكا. أعتقد في تقريبا 21 أو 22 سميث اند ويلسون اشتركت الشركة. بعد كده صاحبها اشتراها منهم تاني في 24، وابتدى يعمل حاجات جامدة جدا فيها. يعني ابتدى يعمل مسدسات اللي هي مسدسات الرماية ومسدسات البطولات البولت اكشن. ابتدى يعمل مسدسات البريك اكشن على العيارات الكبيرة. ابتدى يعمل شغل جامد قوي قوي قوي، وهي بصراحة شركة محترمة. و... وبيعملوا الأسلحة بتاعتهم للاستخدام العملي، يعني مش بندقية شيك حلوة تعلقها على الحيطة وتطلع تضرب بيها وضربتين وترجع وتقعد. لا، البندقية دي تاخدها تربدها، مفيش أي مشكلة خالص. وهم عاملينها إن هي تكون خفيفة، وعملوا الميكانيزم بتاعها إن هو يكون عملي ويشتغل في أسوأ الظروف. والبندقية رخيصة جدا بالنسبة للبنادق التانية، والكواليتي اللي معمولة بيها البندقية. فالبندقية فعلا سعرها بالنسبه للكواليتي بتاعتها رهيب، مش وحش خالص. دي التومسون سنتر بتاعتنا. تعالوا نتكلم عن الفيتشرز بتاعتها وهي معموله ازاي. اول حاجه البادي بتاعها او الفريم الستوك حته واحده. الستوك اهو ده هنا كله بوليمر خفيف جدا، كله قطعه واحده من قدام لورا مربوط قطعه واحده، وظهره هنا كاوتش. فطبعا البندقيه قمه في الخفه. البارل بتاعتها او الماسوره بتاعتها 24 انش فري فلوتنج. فري فلوتنج يعني البندقيه ما بتلمس الستوك. الماسوره دي من هنا بس ماسكه في المين ميتال فريم، والباقي كله ده هنا ما بيلمس الستوك بتاعها. ليه ما بيلمس الستوك بتاعها؟ عشان ما ينقلش الفايبريشن للصياد، فهي بتفايبريت بخفه. والفري فلوتنج بيخليها دقيقه جدا. فهي بندقيه دقيقه دقيقه دقيقه. من قدام اوريدي ثريدد، يعني متجهزه ان هي تاخد كاتم صوت، او متجهزه ان هي تاخد مازل بريك. هي ما بتحتاجش مازل بريك بصراحه، لان الريكويل بتاعها او الرده بتاعتها ضعيفه جدا. مش هقول ضعيفه قوي يعني، بس هي اضعف من العيارات الثانيه، العيار ال 270. والكاوتش ده او البادنج اللي ورا ده بيمنع الريكويل ان هو يزقك جامد. البولت بتاعتها بولت محترمه قوي. عملوا البولت ان هي تكون بولت سهله الاستخدام. البولت بتاعتها اسمها 3 لوج بولت، يعني ثلاثيه اللوجز. هوريكم 3 لوج، بس خليني اطلعها. بص عليها من قدام كده، تلاقي فيها ثلاثة لوجز. ده بيخليها اللي هم دول 1 2 3. ده بيخليها تمسك احسن، بتكتم الهواء احسن، وسهلة الاستخدام جدا. يعني هي بتدخل قمة النعومة والسلاسة بصراحة. يعني حاجة رايقة بصباعين حتى او بصباع واحد مفيش مشكلة خالص. لطيفة قوي 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 قوي. تاني حاجة الزاوية بتاعت خروجها 60 درجة، يعني هي بتطلع 60 ديجري بس وترجع. فطبعا ما بتضايقش السكوب، لان في بنادق تانية الدراع واللفة بتاعتها بتخبط في السكوب او بتعدي تحت السكوب، فتضطر ان انت تحط السكوب اعلى. لا، دي مصممة بصراحة جميلة جدا. السيفتي بتاعها 3 كليك ورا، ده سيفتي ما بيضربش. 2 ما بيضربش. 3 يضرب. فانت عندك 1 2، بعد كده الكليك الثالثه تضرب. الايجكتور بتاعها اللي بيطرد الطلقه بليت، يعني مش راكب فيها ايجكتور عادي، راكب فيها قطعه صغيره هنا بليت. لما بتفيد انت او تيجكت، هي بتستخدم بليت، فالطلقه ما بتعلقش فيها زي البنادق التانية. دي بتطلع الطلقه على طول بره
مفيش اي مشكله خالص. والبندقيه بصراحه ناعمه جدا ولذيذه قوي يعني، خفيفه كمان. الاماكن ان انت تركب فيها السكوب او الماونتنج هنا وهنا، راكب فيها ريل منفصل، واحده ورا وواحده قدام. هل انت ممكن تغيرهم؟ طبعا انت ممكن تفك دي وتحط بيكاتيني ريل طويل كامل. هل انت هتحتاجه؟ طبيعه التلسكوب اللي انت هتستخدمه هو اللي هيحتم عليك تقدر تعمل كده ولا لا. التلسكوب اللي راكب عليها دلوقتي راكب عليها بوريس دروب تايم. ده تلسكوب مش لمسافات بعيده. التلسكوب ده ميديوم رينج، شورت ميديوم رينج. الدروب تايم سلاج ده ميزته ان هو بيتحمل الريكويل العالي جدا. طب انت حاطط ريكويل عالي جدا على البولندوقيه، الريكويل بتاعها واطي. هو والله السكوب ده انا كنت شاريه بسعر معقول، ولما حطيت السكوب ده على البندقيه دي البورس دروب تايم سلاج جان على ال 100 متر، بقينا نضرب الطلقه تعدي في نفس الخرم بتاع الطلقه الثانيه من غير تهريج. فعلى مسافه لحد 300 متر التلسكوب ده اثبت كفاءه واثبت دقه مش طبيعيه. هل ممكن نركب عليها تلسكوب تورت ونضرب بيها 500 متر 600 متر 700 متر بقت طلقه 270 بقى تضرب معاك لحد 1600 عادي؟ ممكن. بس هل احنا هنحتاج كده؟ احنا بنصطاد مش في المكان اللي احنا فيه. فانا لقيت الاثنين دول مع بعض بصراحه قمه في الدقه. والدروب تايم ده تلسكوب محترم، بيستحمل ريكويل عالي جدا. هبته بقى في الارض، وقعت البندقيه منك، حصل حاجه، بيفضل ماسك الزيرو، ما تبقاش محتاس وانت في الغابه. مركب عليها جرين لايت. تقول لي بتعمل ايه بالجرين لايت؟ هقول لك لما بتيجي تصطاد في الفجر او تيجي تصطاد في المغرب والدنيا تضلم عليك وانت معكش نايت فيجن او معكش ثيرمال وشايف يا دوب بسيط قوي، لازم تتحرى انت بتضرب على ايه، ولازم تتحرى حجم الحيوان ونوع الحيوان. مش بنضرب على اي حركه والسلام. الضوء الاخضر او الضوء الاحمر الغزال والخنازير ما بيشوفوش، الحيوانات ما بتشوفوش. فانت بالنسبه لك يبقى دور اخضر، وهو بالنسبه لهم هو مش شايف ايه ده، هو شايف سورس اضاءه بس. عاده انت بتبقى فوق وهو تحت، ما بيضايقوش خالص. الخزنه بتاعتها خزنه ديتاتشبل، يعني انت بتعبيها بره، ممكن يبقى خزنتين ثلاثه. خزنه بتاخد 5 طلقات، مفيش اي مشكله تماما. بندقيه عمليه جدا، بندقيه جميله جدا. الزناد بتاعها بيجي ب adjustable، يعني ممكن تعدل الزناد او الوزن بتاع الزناد زي ما انت عايز. هو اصلا بيجي على 3.5 باوند، ممكن تعمله اتقل ممكن تعمله اخف، دي حاجه ترجع للي بيصطاد. انا شايف ان 3.5 بصراحه مريح جدا بالنسبه لي. طيب بالنسبه للطلقه اللي احنا بنستخدمها، احنا بنستخدم او دي معمول العيار بتاعها اللي هو ال 270، طلقه ال 270. طلقه صيد كبيره محترمه جدا جدا جدا، تضرب مسافات طويله جدا، وطلقه فلات. يعني ايه؟ يعني الطلقه لما بتتضرب بتطلع مسافه بسيطه وتنزل مسافه بسيطه. عشان كده انت لما بتظبط الطلقه دي وانت بتصطاد على 25 متر بتضرب بالظبط في نفس المكان على 200 متر. فانت بتظبطها على 25 متر، بتضرب اعلى سن على 100 متر وتضرب تاني على 200، وعلى 300 بتقع حوالي 3.5 انش بس. فانت لما تضرب بالطلقه دي وانت ظابطها 25، هتضرب 25، تضرب 50، تضرب 100، هتضرب 200، هتضرب 250، 300 من غير ما تحتاج تعدل الاليفيشن بتاعك في التلسكوب. ده حجم الطلقه مقارنه للسبعة 62 39 طلقه البندقيه الآلي. طبعا فرق ايه؟ فرق كبير جدا وفرق رهيب جدا. الطلقه ال 270 طلقه الرده بتاعتها معقوله، وطلقه ممكن تصطاد بيها اي حيوان ايا كان في القاره الامريكيه كلها، من الغزال للموس للبايسون. البندقيه مجهزه ان هي ليها حامل، انت طبعا ممكن تشيلها على كتفك على طول. طبعا رائعه جدا، خفيفه جدا، بندقيه تشيلها معاك اليوم كله تمشي بيها مفيش اي مشكله. بصراحه من اكتر البنادق المحببه الى قلبي. وفي بنادق تانية حلوه برضو زي الماسبورج والسافيج، بس البنادق ما فيهاش الفيتشرز والمواصفات اللي معموله في البندقيه دي على السعر ده.
ده كل اللي عندي على البندقية دي. أرجو إن هو يكون عجبكم، أرجو إن الحلقة دي تكون عجبتكم. نتمنى دايما إن احنا نجيب لكم كل ما هو شيق وكل ما هو جديد. حاجة أخيرة عن البندقية دي، إن في السنين اللي فاتت مفيش أي حيوان اتضرب بطلقة ال 270 دي إلا وقع في مكانه. لو أنت راجل كيف صيد، سيبك من ال 3006 ال 30/6، طلقة ردتها قوية بس طبعا هي طلقة كبيرة. لو هصطاد باي حاجه تانية غير ال 270، هصطاد بال 308 سنايبر، عشان ال 308 المدى بتاعها اطول واكرت على المدى الطويل، والمدى بتاعها اقوى بكتير. بس ال 270 ممكن انت تصطاد بيها، اولادك يصطادوا بيها، مراتك تصطاد بيها. البندق الطلقه طلقه فلات، طلقه رايقه، طلقه دقيقه. ونتمنى لكم يا جماعه كل خير. السلام عليكم، مساءكم زي الفل.